نهاية المنافسة في أغلب الدوريات التي ينشط فيها الدوليون الجزائريون، أحببت أن أقدم أفضل 6 لاعبين تميزوا هذا الموسم وقدموا مستويات مميزة مع أنديتهم. البداية ستكون بأفضل لاعب حسب رأيي هذا الموسم، رياض محرز. رياض محرز الذي قدم موسم استثنائي مع ناديه الأهلي السعودي، توج معه برابطة أبطال آسيا، هذه البطولة التي جعل من خلالها فريقه يتوج بها لأول مرة في تاريخه. قدم فيها رياض محرز أفضل مستوياته. عندما شاهدنا رياض محرز شاهدنا وكأن رياض محرز مانشستر سيتي أو ليستر سيتي. رياض محرز هذا الموسم قدم كل ما لديه وأعاد الاعتبار لنفسه بعدما تطاولت عليه الكثير من الألسنة بأن رياض محرز انتهى، رياض محرز لم تعد له مكان مع المنتخب الوطني. رياض محرز أنهى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة كأفضل لاعب فيها بشهادة الكثيرين، رغم أن الاتحاد الآسيوي منح الجائزة لروبرتو فيرمينو، هذا اللاعب الذي لم يكن يستحقها أبدا وخاصة على حساب رياض محرز. اللاعب الثاني حسب اعتقادي هو أمين قويري. أمين قويري بعد انتقاله إلى نادي مارسيليا تحول بشكل جذري، وكأن هذا النادي انتشل أمين قويري من نادي رين الذي أفل فيه نجمه ولم يعد ذلك اللاعب المتميز. عندما انتقل أمين قويري إلى نادي مارسيليا نشرت فيديو تحدثت فيه أن هذا اللاعب سينفجر في نادي مارسيليا تحت قيادة مدرب يسمى روبرتو دي زيربي، هذا المدرب الذي يعرف كيف يخرج ويعيد الثقة للاعبين الذين ضاعت ثقتهم، كما حدث مع ميسون جرينوود الذي بعد خروجه من نادي مانشستر يونايتد وبعد تلك الأزمة التي عانى منها عاد للواجهة وأصبح نجم من نجوم الدوري الفرنسي. قويري لعب نصف موسم خارق للعادة، لعب 13 مباراة، ساهم ب13 هدفا، وكان من أفضل اللاعبين في الدوري الفرنسي، حتى أن هدفه أمام بريست توج بأفضل هدف في الدوري الفرنسي. ثالث لاعب حسب اعتقادي هو محمد الأمين عمورة. محمد الأمين عمورة قدم موسم ممتاز جدا مع نادي فولفسبورغ رغم تراجع مستواه في الآونة الأخيرة. هذا اللاعب الذي كان له بصمة كبيرة مع نادي فولفسبورغ، حتى أن العديد من المصادر الإعلامية ربطت اسمه هذا الموسم بنادي باير ليفركوزن الذي انتقل إليه زميله في المنتخب الوطني إبراهيم مازا، هذا اللاعب الواعد وتذكروه جيدا، سيكون له اسم كبير وتاريخ كبير في المنتخب الوطني بإذن الله. كما قلت أمين عمورة قدم موسم مميز جدا مع نادي فولفسبورغ في أول مواسمه الكروية في ألمانيا، لعب 34 مباراة في الموسم، ساهم ب22 هدفا، حصيلة ممتازة بالنسبة للاعب في أول مواسمه الكروية في دوري جديد، لكن بإذن الله الموسم القادم سيكون مميزا جدا لهذا اللاعب. لهذا في اعتقادي أن محمد الأمين عمورة هو ثالث أحسن لاعب هذا الموسم بالنسبة للاعبين الدوليين الجزائريين. أما اللاعب الرابع في قائمة أفضل اللاعبين هذا الموسم هو حسام عوار. حسام عوار هذا اللاعب الذي أعاد اكتشاف نفسه من بوابة نادي الاتحاد وقاده للتتويج بدوري روشن. هذا اللاعب الذي فقد ثقته بعد انتقاله إلى نادي روما ولم يعد يشارك كثيرا، قرر الانتقال إلى الدوري السعودي، هذه الصفقة التي أثارت الكثير من الجدل. العديد من المتتبعين لكرة القدم عابوا عليه هذه الخطوة، لكن حسام عوار كان يدري ما يفعل، عاد للواجهة من جديد، قدم مستويات مميزة جدا مع نادي الاتحاد، ساهم على ما أظن ب14 هدفا في 30 مباراة لعبها مع نادي الاتحاد، كان من أفضل اللاعبين الدوليين الجزائريين المحترفين، يعني لاعب لديه لمسته مع المنتخب الوطني كان دائما ما يقدم الإضافة، وكان من أفضل اللاعبين الممتازين سواء مع المنتخب الوطني أو مع ناديها الاتحاد. أما خامس لاعب فهو ريان أيت نوري، هذا اللاعب الذي ربما تعيبون عليه أني وضعته في المركز الخامس، هو لاعب ممتاز مميز يدخل الآن ضمن مفكرة نادي مانشستر سيتي وحتى نادي ليفربول حسب مصادر إعلامية كبيرة في إنجلترا. هذا اللاعب الذي أنهى الموسم كأفضل المساهمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رقم مميز بالنسبة لهذا اللاعب، لكن ما أعيب عليه هو أن مستواه مع المنتخب الوطني لم يكن أبدا يرقى للمستوى الذي يقدمه مع نادي ولفرهامبتون، وكان دائما بعيد كل البعد، حتى أن الكثيرين فضلوا عليه جوان حجام في كثير من الأحيان، لهذا وضعته في المركز الخامس. أما اللاعب السادس فهو يوسف بلايلي. يوسف بلايلي الذي بصم على موسم مميز جدا مع نادي الترجي التونسي، استحق العودة للمنتخب الوطني بعدما همش لأكثر من سنة، رغم أن العديد من المناصرين والمتتبعين
قالوا بأن قصته انتهت مع المنتخب الوطني، لكنه عاد عن جدارة واستحقاق. لهذا أعتبره من أفضل اللاعبين المحترفين في هذا الموسم. بالتأكيد كانوا هناك عدة لاعبين تألقوا لم يتسنى لي ذكرهم هنا، لكن بالنسبة لي هؤلاء هم أفضل 7 لاعبين تألقوا في الدوريات الأوروبية وفي الدوريات العربية، وكانوا أفضل اللاعبين الجزائريين المحترفين سنة 2025.